صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. صباح الخير والهنا والسعاده عليكم. لو جبتي ملوخيه والملوخيه طلعت معاكي زياده شويه، هتعملي ايه بقى في الباقي؟ تعالي بقى نشوف هنشيلها ازاي وهنعملها ازاي، ومن غير ما يكون، لو ما فيش لحمه ما فيش فراخ هنعملها برضو، هنعمل اكله جميله كده، واكله ما فيش يعني عارفه بسيطه جدا. طبعا هنا لو ما عندك الشوربه هتجيبي ميه سخنه عاديه وتحطي فيها بصلايه، تحطي فيها قالب مرق الدجاج وشويه ملح شويه فلفل اسمر صغيرين، وتسيبيهم كده ياخدوا غلوتين حلوين، وبعدين تسقطي الملوخيه اللي انت حباها. على قد ايه؟ على قد الكميه اللي انت هتحطيها ملوخيه حطي الشوربه بتاعتك. يعني انا هنا هاخد ايه؟ هعمل يا دوب طبقين بس. فما شاء الله الملوخيه اللي انا جايباها لا اكتر من كده، فهعمل ايه؟ نزلت بالملوخيه في الشوربه اول ما غليت، وبدات هنا ايه؟ افكك بقى فيها كده بالمعلقه واحده واحده. وزي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، بصوا ال القوام بتاعها يبقى كويس اهو ويتظبط. كانت خلصت هنا خلاص، زي ما كلنا بنعمل الملوخيه. اشيل بقى الوش بتاعها ده، بصوا اهي. والملوخيه الزياده هناك اهي كلها ما شاء الله، حته زبده بقى على حته توم، مش توم كتير قوي لان انا مش عامله ملوخيه كتير، ده انا يا دوب عامله طبق واحد او طبقين بالكتير. وحته التوم مع حته الزبده هحضيها بس تحميره كده لحد ما التوم يطلع لي الريحه بتاعته ولونه يصفر. هنزل عليه بشويه ايه؟ كزبره. طبعا ملوخيه يعني كزبره. تمام، احمر ده مع ده. واللهم صل على سيدنا محمد. ويلا بقى انزلي بالملوخيه. شايفين؟ اللهم صل على النبي، ما شاء الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. لا شويه ملوخيه الله اكبر يعني، ما شاء الله. طبعا شويه البتنجان دول انا مقطعاهم، ده بتنجان رومي. بس هو الايه صغير شويه، فانا قطعته كده ايه التقطيعه اللي انتوا شايفينها دي، خليت الزيت يحمى. ونزلت على طول كده ايه بالبتنجان، وتعالوا على ما هو يتحمر اهو، اديته بس تقليبه كده عشان ما يعملش في بعضه. على ما يتحمر تعالوا بسرعه ناخد حته توم، وهناخد فلفل. احنا طبعا احنا عارفين ان احنا بنعمل الفلفل في الكبه، بنفرم الفلفل في الكبه ونحط عليه شويه ملح، وعايزه تحطي عليه توم حطي، بس انا ما بحطش. واحطه على طول في الفريزر واستعمله كده زي ما انتم شايفين ما شاء الله اللهم بارك، اما بياخدش معايا وقت. نزلت بالثوم على الفلفل، على شويه الملح، على شويه الكمون، على ليمونه حلوه اهي. عندك بقى ليمونه ليمونتين اللي انت عاوزاه، المفروض كنت نزلت كمان بشويه خل، بس الصراحه ما كانش عندي خل، ما اكدبش عليكم يعني. فما شاء الله اللهم بارك. بصوا اللهم بارك، الليمونه ما شاء الله كبيره يعني، الليمونه دي مقام ليمونتين. عصرت الليمونه حلو قوي، وقلبت بقى كل الخلطه دي في قلب بعضها. وطبعا بقلبها كويس لان طبعا احنا مطلعين الفلفل من الفريزر، فهتلاقيه مجمد شويه. فبصوا كده كان خلاص، ودقته لقيته ما شاء الله ملحه حلو. وكان خلاص هنا البتنجان ما شاء الله زي ما انتم شايفين اهو. يعني الايه حاجه ما شاء الله ما خدتش وقت معاكي، يعني مش لازم بقى لا فراخ ولا لحمه يعني. عارفين اليوم اهو ممكن يوم نقضيه كده وخلاص. وهي ايه اكله حلوه وخلاص يعني. والزياده هنشوف هنعمل فيها ايه دلوقتي. مش هنرمي حاجه ومش هنعمل حاجه ونسيبها تطبخها وترجع تتركن وما تتاكلش تقعد كتير، لا. هنا وصفيت البتنجان حلو اهو، حلو قوي. ونزلت بالبتنجان وهو سخن على الخلطه، بصوا على طول. وقلبت البتنجان في الخلطة كده وهو سخن، يشرب بقى، بيشرب اكتر ما هو يكون بارد شوية. يشرب بقى من الخلطة كويس قوي كده، وسبته. وكنت كده خلاص ايه، خلصت الخلطة، خلصت شوية الملوخية اللي احنا نعملهم اهم. هركنها بقى على جنب. وتعالوا بقى دي الملوخية اللي احنا ايه اللي ما شاء الله اللي باقية، هجيب طبق انزل بقى بالملوخية كلها كده فيها. وهنا كانت شيلت كوباية شوربة او كوباية مية من اللي احنا عملناها للملوخية، ماشي، في قلب الفريزر. انا عايزاها تجمد لان انا كنت عايزه الميه تسقع بسرعه، فشلتها في قلب الفريزر تجمد تسقع قوي كده، يبقى الميه ساقعه، خلوا بالكم، او الشوربه ساقعه. ممكن تعمليها بميه على فكره ما فيش مشكله يعني. حطيت هنا شويه كمان، حطيت نص معلقه سكر. حطيت بقى بقيت احط بقى هنا ايه الشوربه واحده واحده كده، واقلبها كويس قوي بالمضرب اهو لحد ما تديني قوام. بصوا يعني ايه، هي خدت معايا كوبايه الا ربع على فكره يعني، شويه دول خدوا كوبايه الا ربع. لحد ما يبقى القوام كده ايه سهل يعني ما فيش اي. بصوا اهو، بصوا تصبيه، شايفاه اهو. صبيته كده حطيته بقى في الاكياس. وطبعا لو وصلت لحد هنا وعجبك الفيديو اعملي اشتراك في القناه وفعلي زر الجرس. ما تنسيش اللايك عشان اللايك بيرفع الفيديو معانا. خلصت هنا طبعا، جبت كيس اهو تلاجة. انا كنت هعملهم على كيسين بس قلت لا خلاص هي كده كده ايه خليها على كيس واحد. احسن يعني، كانوا هيبقوا كيسين صغيرين قوي. طبعا ما عنديش مثلا، ما عندكيش حاجه تقفلي بيها الكيس بالولاعه. بصوا قفلته كده ورحت ايه مقفلاه بالولاعه.
بصوا ما شاء الله اتقفل وبقى زي الفل اهو. عايزه اقول لكم الضوء معرفش ماله، مره يديني اللون اصفر، مره يديني اللون حلو مظبوط، مش عارفه الضوء ماله بتاع الكاميرا. وما شاء الله الملوخيه اهي. طبعا طبعا لو عجبكم قول كمان البتنجان، اللهم بارك. بصوا اهو، حاجه بسيطه قوي ولقمه حلوه ما شاء الله، ما خدتش وقت وخفيفه، ولا بقى ما هنعمل فراخ النهارده هنعمل لحمه يعني، وربنا سبحانه وتعالى يصلح الحال. اللهم امين. نشوفكم ان شاء الله يا رب على خير كده وسعاده وسلامه، ومع السلامه وباي باي.